الرحمن الرحيم. هنصور لكم حاجة سريعة. طبعا احنا بنحذر من وجود البازروميا او الفيكس بنجامينا جنب حمامات السباحة. ليه؟ عشان جذور. طيب هنا عاملين عزل خرساني، ده كله طوب يعني عاملين عزل. لا البازروميا يعني يكسر الطوب، يكسر الخرسانة. البازروميا تحتها عزل، فبالتالي اصبحت جذورها وقفت، خرسانة وقفت، هيبتدي النبات نفسه بقى يتأثر. يبقى احنا هنا في مشكلتين: مشكلة ان انا لو سبته هيسرح، هيدمر لي حمام السباحة مع الوقت، وده حصل في اماكن كتيرة. خلاص شفناه في اماكن كتيرة، وحصل في اكتر من فيديو مصورينه في ابطال كايرو. جميل. البازروميا نبات جاذب، ريحة الورق دي جاذبة ليه البراس، للبرص، خلاص، بطريقة شرسة. النبات ده لما يصاب بالعفن الهبابي بيبقى فيه مادة لزجة في الورق اهو، ايدي بتلزق. اللزق ده بيتكاثر عليه الذباب وبيتكاثر عليه الناموس. الذباب بيجي عايز، الذباب حشرة لعقة، الذباب حشرة لعقة تلحس يعني، فعايز يمص العصارة، فتلاقي محيط الحديقة المنزلية بتاعتك أصبح كله ذباب في ذباب بسبب هي المادة اللازقة. طب المادة اللازقة دي جات ازاي؟ جات نتيجة عدم المكافحة الجيدة. لو أنا عندي مكافحة بمواد جاهزية، مواد فعالة صحيحة، مش هيبقى عندي إصابة زي ما احنا شايفين كده، ويتكاثر عندي الذباب والناموس في محيط الفيلا بتاعتي. السور ده شوية الجذور هتقف؟ الجذور هيتحد منها، إنما مش هتقف. اقصره لحد